السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة فطور اول يوم رمضان. آم، هنعمل دلوقتي تتبيلة الفراخ، عبارة عن بصلة كبيرة وطماطماية وفصين من الثوم. فرمنا البصلة زي ما انتم شايفين كده، وفرمنا الطماطمايه، ما تفرمهمش مع بعض عشان انا عايزه البصله خشنه شويه. ممكن كمان تستعيضي عن البصل بالميه بتاعه البصل بس لو انت حابه. في الحالتين بيبقى حلو. بننزل بالطماطم، وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت زبادي، والطماطم دي فرمه معاها فصين من الثوم. والتوابل بقى دي عباره عن فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا وايه تاني، وبصل بودر وثوم بودر وملح، وقلت فلفل اسود تقريبا قلت. حابه تحطي حبه شطه صغيرين حطي. يبقى التوابل عباره عن ايه؟ عباره عن ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا، بصل بودر، ثوم بودر. وزي ما انتم شايفين كده بنجيب الفرخه. انا في الاول كسرت العظام بتاعها كده بايديا، وبعدين بشققها كده بالسكينه زي ما انتم شايفين كده عشان التتبيله تخش في كل مكان فيها. وبنحط التتبيله زي ما انتم شايفين كده على كل مكان، وندخلها بين الجلد واللحمه. التتبيله دي تحفه 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 الى ما لا نهايه. في الفراخ المشويه حطيها في الفرن، من غير يعني دهين صينيه بس، وحطها في الفرن هتاكلي احلى فراخ مشويه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنوزع عليها كل كميه التتبيله بتاعتنا. نسيت اقول لكم، احنا بنحط طبعا علبه زبادي وشويه خل وشويه زيت، شويه خل وشويه زيت مع التتبيله برضو. معلش عشان الفيديو مسرع، بس عشان كده مش بلحق اقول الطريقه بالترتيب. وهنسيبها في التتبيله حوالي ساعتين او اكتر، اما لو مستعجله نص ساعه. طيب الاول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد من الحاجات اللي انا بنشرها، ويعمل لايك عشان يشجعني. ودهنا زي ما انتم شايفين كده شويه زيت، وهنحط ورق فويل عشان بس ما تلزقش وتبوظ الصينيه مننا. الصينيه دي مش بتلزق، بس برضو عشان ايه يعني بيساعد ان الفراخ ما تلزقش وكده، والصينيه ما تبص مننا. زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالفراخ، طبعا هنخليها على الناحيه دي لغايه ما تستوي، بعدين نقلبها على الناحيه التانية. ده في النهايه يعني عشان تاخد لون. بنسيبها كده ساعتين زي ما انتم شفتوا كده. بنسيبها ساعتين تتبل مع نفسها، احنا لسه ما دخلناهاش الفرن دلوقتي. بنسيبها ساعتين تتبل مع نفسها. ودلوقتي هعمل لكم الطحينه بطريقه زي بتاعه المحلات بالظبط، وتحدي. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت معلقتين من الدقيق عليهم كوبايه من الميه، ودوبتهم كويس جدا وحطيتهم على نار هاديه. تفضلي تقلبي فيهم لغايه ما يتماسكوا كده شويه، لغايه ما القوام بتاعهم يسمك ويبقى تقيل كده شويه. اهو كده تمام. بننزل عليهم بقى بشويه طحينه. الطحينه دي طحينه خام شرياها، يعني مش عاملاها انا بعرف اعمل، بس انا عشان حسيت الوقت ضيق فاشتريتها. زي ما انتم شايفين كده نزلنا عليها بحوالي 4 معالق من الطحينه الخام. وزي ما انتم شايفين كده بنزل بالميه. تنزلي بنص كوبايه من الميه لو عاوزاها سميكه، لو عايزاها تخينه انزل. لو عايزاها سميكه قصدي، لو عايزاها يعني سايله قوي انزلي عليها بكوبايه كامله. وانا ضربتهم في الكبه دي بقى. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون، وممكن تحطي بصل بودر وتوم بودر لو حابه. انا حطيت فص توم كسرته كده تحت السكينه، او اديته فعصه تحت السكينه، وبعدين بقطعه عشان يبقى يعني يدي التست بتاع الحاجه اللي انت دقاها على الهون يعني كده، مش حاجه اللي انت مقطعاها تقطيع بس.
وزي ما انتوا شايفين كده حبيت احط حبة شطة عشان تدي الطعم كده، طعم شطة خفيف كده زي بتاعة المطاعم بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده اهو، فص الثوم بحاول على قدر الامكان ان انا اعمله رفنع صغنن كده يعني. وكلي بقى احلى طبق طحينة، وانا حطيت له معلقة من الخل، ولو عندك ليمون حطي، وشوفي شكل الطحينة ناعمة جدا جدا. وجملتها يعني بشوية من ايه البابريكا، من البابريكا. ممكن تحطي برضو تزويق ليها شوية من الكمون او البابريكا، ممكن تحطي فوقها كزبرة خضرة كده كشكل. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت شوية زيت ذرة، وبعدين نزلت عليهم بمعلقة من الكركم او الكاري، خد له تشويحة كده كويسة. وبعدين نزلت عليه بالرز على طول، رز مصري عادي عادي جدا. وهنقلب في الرز، احنا مش عايزين الرز اكتر من انه يتجانس في البابريكا او الكاري، في الكاري او قصدي او الكركم، وبعدين يسخن. لازم الرز معاكي يسخن عشان ما تحسيش زي الرز ابو لبن كده ومعجن، لا لازم يسخن معاكي. وحطيت الملح بتاعه، بس هو الملح في الاخر ما كفاش، فانا بعد كده زودت ملح تاني. وحطيت كمان شوية فلفل اسود. زي ما انتوا شايفين كده حطيت المية بتاعتنا اول ما حسيته سخن. وتدوقي بقى بطرف صباعك بس على طرف لسانك تحسيه مالح مش مالح. انا حطيت في حبة الفلفل الاسود دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبه يغلي وبعدين نهدي عليه النار. هنعمل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده الملوخية. انا طبعا للاسف اللي بما اني ما عنديش شوربة، فانا هعملها عادي بمية بس مش بكتر منها عشان ما تبقاش مسخة يعني. بعمل شوية على قد طبق كده. زي ما انتوا شايفين كده التومة دي معمول على معاها فلفل اخضر. فرمتهم مع بعض ونزلتهم مع شوية دهن، يعني دهن اللي هو بيبقى سايل ده او سمن زي ما انت حابة. وبعدين نزلت عليهم شوية من الكزبرة الناشفة، وتفضلي تقلبي كده لغاية ما تحسي ان هو خلاص، يعني تحط نص مرقاية كده معاهم. وبعدين اول ما لونها يحمر، طبعا احنا شايلين شوية من التوم على جنب اللي احنا فرمينه مع الفلفل عشان بتتحط وحدها تاني. انا بعمل الملوخية بتبقى رهيبة، بس عاملاها في فيديو كامل في اول بدايات القناة، يعني ممكن تلاقوه او مش ممكن، اكيد هتلاقوه. بس هي الملوخية عشان زي ما انتوا شايفين كده، نزلنا بالملوخية اول ما المية غلت، بس الملوخية لونها مش اخضر قوي لان بعد ما نشفناها نشفت مننا شوية، يعني ما بقيتش خضرة تماما، نشفت مننا شوية جامد يعني. نسيناها واحنا بننشف. وزي ما انتوا شايفين كده هنزل بنتي عملت هي السلطة، وهنزل بالعصير. وطبعا شكل الخلاط كده عشان هو بيطلع هباب من تحت، من تحت خالص مش من فوق، فباين عليه يعني مدي خلفية ان هو شكله مش نظيف، لا مؤاخذة يعني. مش عارفة ليه بيطلع هباب من تحت يعني، في الخلاط من تحت في القعر يعني بتاعه. صلحناه برضو زي ما هو. المهم ما تنسوش اللايك يا حبايبي، تشجيعا منكم ليا، وطبعا الكلمة الحلوة بتشجعنا اكتر. وزي ما انتم شايفين ده العصير اللي احنا فرزناه مع بعض. هننزل عليه شوية من عصير البودر لو انت حباه بطعم المانجا، لو انت مش حباه طعمه زي طعم الايه القمر الدين، خليه زي ما هو. وطبعا هنحط عليه شوية مية، وممكن تقلبيهم بس لانه كله مفروم، وطبعا السكر متدوب فيه وكل حاجة تمام التمام، يعني مش لازم تضربيهم. وممكن كمان تطلعيه من الفريزر على طول على المية، يعني مش لازم تسيبيه فوق على مية عادية من الحنفية لانه هو هيسجع المية. وده العصير بتاعنا طعمه تحفة تحفة تحفة، والاكلة بتاعتنا كانت رهيبة.
وده شكل الفراخ يا بنات بعد ما طلعناها من الفرن. كلمة رهيبة قليلة عليها. وادي الرز شوفوا مفلفل وحلو ازاي. وطبعا الحبة السودا دي عبارة عن فلفل، حتة يعني من الفلفل الاسود. اهدي اللي انا بقول لكم عليها. وزي ما انتم شايفين شكل الفراخ والطعم ما اقولكوش رهيبة. كلمة رهيبة قليلة، عاملة زي بتاعة المطاعم والمحلات واطعم. دوقيها كده مع الطحينة الخطيرة دي بتاعتها، والسلطة الرهيبة اللي عملتها جنى بطماطم وفلفل اخضر